سؤال يقول: لقد وردت آيات كثيرة في بيان كفر وظلم من لم يحكم بما أنزل الله، فهل هذا الكفر يوجب على المسلمين القيام وإسقاط حكمهم، أم هو كفر دون كفر آخر؟ هذا بين ابن عباس وغيره كمجاهد وغيره أنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ما لم يستحلوه، فيستحلوا قالوا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، أو قالوا إنه أحسن من حكم الله، أو لا بأس به وإن كان حكم الله أحسن، هذا يكون كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر. أما إذا قالوا لا نعلم أن حكم الله هو الصواب والحق ولكننا فعلنا هذا لكذا وكذا ونحن نعلم أننا مخطئون وغالطون ولكن حملنا عليه كذا وقادنا عليه كذا وكذا، هذا ما يكون كفر أكبر، يكون كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق كما قال ابن عباس ومجاهد وجماعة. أما من استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورآه جائزا ولو قال إن الشريعة أفضل منه ولو زعم هذا الزعم فإنه يكون كافرا كفرا أكبر نعوذ بالله. وإذا كان كافرا كفرا أكبر وجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يناهضوا هذا الأمر إذا استطاعوا ويلزموا البلدة التي تأبى حكم الله بحكم الله. إذا وجد دولة إسلامية قوية تستطيع وجب عليها أن تطالب الدول الأخرى التي لم تحكم بما أنزل الله أن تحكم بما أنزل الله، ويجوز أن تقاتلها إذا استطاعت حتى تحكم بما أنزل الله وحتى تحرم ما حرم الله، هذا إذا استطاعت، لقول النبي لا تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا استطاعت ذلك بدون مفسدة أكبر وهي تحكم شريعة الله واستطاعت أن تلزم الدول الأخرى بشريعة الله بقوة التي أعطاها الله والجيش الذي أعطاه الله، وجب عليها الجهاد. وإذا كان لا تستطيع فهي معذورة.